غادرت السيارة هذا المكان مع الجنازة 5 أو 6 مرات. كانوا يطلقون النار من مركز الشرطة بشدة بقذيفة زيكوية كانت أو بقذيفة دوشكا، ولكن كانت الأسلحة ثقيلة. وعندما وصلت أمام الغرفة سقطت هناك قذيفة الهاوان، وعندما سقطت قذيفة الهاوان كانت والدتنا قد استشهدت. خرجت منها صرخة فقط بصوت عال، وعندما اقتربنا منها وجدناها قد أصيبت وسقطت. صمت الشهداء الأبرياء هو صوت الصحوة الأحياء. الأعلام البيضاء التي ترفرف فوق القبور تظهر صورة لنضال عظيم. لم تكن المدارس والمعاهد الدينية وغيرها من المؤسسات التعليمية آمنة، ولم يكن بإمكان أحد أن يأتي إليها بقلب مطمئن. ولذلك اليوم فإن سكان موسه يؤدون شكرهم لله الرب الكريم الذي أزال عنهم ظلام الاحتلال الدامس. في السنوات 20 الماضية كان هناك وقت كان يشعر فيه الآباء والأمهات بالقلق عندما يرسلون أبنائهم إلى المدرسة الثانوية، وكانوا يقولون في أنفسهم: هل سيعود ابني إلى البيت سليما ومعافى أم لا؟ ولدينا مثال على ذلك. كان لدينا طالب يدعى أميد، كان من قرية شهيد خانة، وأصيب في منطقة حاجي ملنجيم، وفي النهاية استشهد. في تلك الأوضاع الحربية كان هناك مقر عسكري بجانب مدرستنا، وجاء وقت كانت تقام فيه معارك وإطلاق النار في وضح النهار، وكانت دروسنا تلغى بالكامل، وكان جميع الطلاب يعيشون في قلق وخوف. بل إن ابن أخي همايون، وهو ابن مدير المدرسة السيد طوفان، استشهد في منزله في قريتنا خلال تلك المعارك. وأحد طلابنا الذي كان يدعى أميد جان استشهد أيضا نتيجة للحرب. العالم والمزارع والمعلم وحتى الطلاب لم يكونوا قادرين على الذهاب إلى مدارسهم بأمان، لأن كل شبر من أرض موسه كان يشتعل بنار الرصاص والبارود. حميد الله الذي أمامه صفحات الفخر لإنجازات ابنه يروي قصة استشهاد ابنه. كان طالبا في الصف 12، وقد كسر موته ظهره وأثقل قلبه بالحزن. كان لدي ابن في الصف 12 ويدرس في المدرسة. عندما انتهى من المدرسة في الساعة 12 طلب منه أحد المعلمين أن يذهب ويحضر نسخة من بطاقته الهوية. أخذ بطاقته الهوية لكنه تأخر في العودة. في طريق العودة وجهوا إليه رشاش البيكا وأطلقوا النار عليه، وأصيب في جانب من جسمه فسقط على الأرض. أنا لم أكن هناك، كنت في البيت، ثم تلقيت باتصال هاتفي. عندما أطلق النار فشعرت بفكرة في قلبي وقلت: كيف تأخر هذا الولد؟ في الأوقات السابقة كان يعود في الساعة 12 بالضبط، فلماذا تأخر اليوم؟ ثم تلقيت باتصال هاتفي وقالوا لي: تعال بسرعة، ابنك قد أصيب في يده، أطلق الجيش النار، إنه قد أصيب تعال مرة. عندما ذهبت وجدت أحمد أميد هناك. كان الوقت مساء والظلام قد حل، وعندما وصلت رأيت أنه تم وضعه في التابوت. فتحت زجاج التابوت ونظرت إليه وقلت له: لقد كسرت ظهري ولم تفي بوعودك. هو كان يدي اليمنى لكنه ذهب بعيدا عني. أولادي الآخرون ما زالوا صغارا، وأنا متعلق بالأمل في هؤلاء، وأسأل الله أن ينبتهم لي نباتا حسنا ويجعلهم قرة عين لي. هذا المسكين رحل وهو يحمل الكثير من الأحلام. كان يقول دائما إنه يريد أن يصبح طبيبا، وأحيانا يقول إنه يريد أن يصبح مهندسا. كان يحلم وقال لي: أبي سوف أصبح طبيبا أو مهندسا. كان يقول لي: أنت تعمل في مهنة متعبة، أنت تعمل
عمل السباكة والميكانيكي هذا عمل مرهق. كان يحب القلم كثيرا. كان في عمر صغير حوالي 18 أو 19 سنة، وكان في آخر امتحانات الصف 12 وكان ترتيبه السادس في الصف. كان يخطط للذهاب إلى الجامعة وقال لي: يا أبي، مهما كلف الأمر سوف أجمع المال وأذهب إلى الجامعة في كابول. وقال لي: أنا سوف أدرس في الجامعة وسوف أصل بنفسي إلى مكانة عالية. يتحير الإنسان بأي ألم من آلام الوطن والشعب يعبر، وبأي قصة من قصص استشهاد أب أو أخ أو أم أو ابن يوجز في الكلمات. أنا بنفسي كنت أدرس المعارف الإسلامية والتفسير في الصف 12. حين كان تطلق النار لم يكن الطلاب يسمعون لي إطلاقا. كان لديهم نوع من القلق والخوف، حتى لو كانت تلك طلقات بعيدة. كان لديهم شعور وتساؤل: أين تكون هذه؟ وكيف تكون؟ لم يكن لديهم تركيز على الدرس، وكان الوضع بعيدا كل البعد عن الأمان وطمأنينة. والحمد لله الآن هذه الأمور قد زالت تماما من أذهانهم. إن روح الدراسة لدى الطلبة مختلفة عما كانت عليه قبل 4 سنوات. عندما كانوا يأتون إلى المدرسة كانوا يأتون بقلق. لماذا؟ لأنهم كانوا يجلسون في الصف، وعندما يحدث إطلاق نار كانوا يشعرون بالقلق، يتساءلون: كيف سيكون حالنا؟ لأن آباؤهم فلاحون في المزارع، وكانوا يقلقون من أن يكون آباؤهم قد أصيبوا، وكيف سيكون حال الأطفال في بيوتهم. لكن الآن روح الدراسة أصبحت في أمان، وروح الطلاب في أمان. والآن إن شاء الله يستوعبون الدروس جيدا، ولا يوجد قلق بعد الآن. في مديرية موسهي كانت 20 سنة من الاحتلال ظلاما غير معلن، لا نهاية ولا حد لوحشيته وظلمه. في كل يوم كان يسجل كارثة جديدة في ذاكرة التاريخ، حتى أن الناس لم يكونوا قادرين على الخروج من بيوتهم خوفا من الحرب. كانت حياة كل إنسان تقف على حافة الموت، وكان الجميع يركضون محاولين النجاة بأنفسهم. كانت تأتي رصاصات بحيث يكون البعض على المسار في المزارع والبعض في الآبار، وبعضهم في الخنادق، وآخرون يركضون للهروب، والبعض والحيوانات يركضون. كانت الرصاصات كلها تأتي إلى البيوت، وكان الناس في حالة من الخوف من كل هذا العنف. وكل سكان موسهي، وخاصة في هذا الجانب وليس الجانب الأسفل. كان ابني يدعى ألوزي، وكان اسمه همايون، وكان مشهورا بلقب ألوزي. كان رجلا طيبا جدا يصلي الصلوات الخمس. كان يقرأ جزءا من القرآن الكريم في يوم الجمعة صباحا في مسجد خان خيل. جاءت رصاصة وكنت واقفا في طرف الحوش، وأصابت في هنا من جسمه، وخرج من فمه صوت الله أكبر، ثم سقط أرضا. الولد يكون غال جدا. كنت أشاهده من خلال زجاج السيارة. كانت هناك إطلاق النار في السوق المكتظ. اختبأ الناس داخل الصيدلية، وبعد أن هدأت الأمور قليلا هرعنا إليه. كان ابني مصابا، حملناه في السيارة، وكانت الدماء الحمراء تسيل من جراحه. وبعد الفحص في المستشفى قال الطبيب: لقد استشهد وفقد حياته. كانت سيارتي واقفة على جانب الطريق في زاوية، وكان ابني بداخلها. فجاءني ابني الآخر وقال لي: أبي، الجيش قد توقف هنا. فقلت: قدمي مصابة وأنتم أيضا معي. وفي نفس اللحظة بدأت إطلاقات النار. عندما بدأ إطلاق النار وبدأ الناس في هذه الصيدلية بالصراخ والصياح جميعا، ابني بقي في السيارة، وكان ابني الآخر معي، فأخذ يركض ليذهب نحو أخيه الذي بقي في السيارة، لكن الطبيب غضب عليه وقال له: لا تذهب. دخل الجميع في الصيدلية ولجأوا إلى الزوايا هنا وهناك، فأنا كنت أنظر من خلال الزجاج إلى ابني، فالولد غال جدا على القلب. واستمر الموقف هذا لدقيقة أو دقيقتين، وعندما خرجنا ركض ابني نحو السيارة ليرفع أخاه، وعندما رفعه كان الدم يسيل منه، وهكذا كان قد استشهد. لم يكتف مزارع هذه الأرض ببذل عرقهم من أجل المحاصيل الخضراء، بل ضحوا بدمائهم من أجل حرية الوطن. ولكن عندما اغتصب المحتلون أجواء الوطن النقية،
أصبحت موسى هي أيضا مغطاة بدماء من جراء مداهماتهم وقصفهم واعتقالاتهم وقتلهم وعنفهم ضد المدنيين، حتى عضوا الناس بالكلاب وداسوا على كرامتهم الإنسانية. في البداية ألقوا القنابل اليدوية نحو بيتنا، وعندما حدث الانفجار ارتفع الصوت، صدر صوت عال. في ذلك الوقت كان والدي لا يزال على قيد الحياة رحمه الله، فصرخ عليهم وقال: من أنتم؟ فقالوا له: نحن فلان وفلان. فقالوا: نادي على أولادك ليأتوا إلينا، وخرجنا جميعا من البيت، وعندما خرجنا أمسكوا بي وأخذوني معهم وبدأوا يطرحون علي أسئلة. بعد الأسئلة أخذوني إلى الجهة السفلية من البيت، وفي هذا المكان أوقفوني، ثم بدأوا الضرب الشديد، وبعد الضرب قالوا لي: قل الحقيقة. فقلت لهم: عن ماذا أتكلم؟ عن أي حقيقة؟ في ذلك الوقت لم أكن أفعل شيئا سوى الزراعة والعمل اليدوي. ثم حتى بعد أن ضربوني لم يحصلوا على شيء، وبعد الضرب أطلقوا علي الكلب. عضني الكلاب ليس مرة واحدة بل مرتين في تلك الليلة. في المرة الأولى أطلقوه علي في مكان خارج البيت، ثم أعادوني إلى داخل البيت، وفي البيت عندما كنت واقفا في هذا المكان بالضبط أطلقوا الكلب علي مرة أخرى. قام الكلب بإسقاطه أرضا. مرة عضه الكلب في هذا الجانب الأيمن، ثم عضه في الفخذ الآخر، ثم صرخ عليهم حاجون المرحوم وقال لهم: أيها الظالمون، لا تفعلوا هذا به. وبعد ذلك سألوني: ماذا يعمل هذا أخوك؟ فقلنا لهم: إخوتي ليس لهم أي انتماء لأي جماعة أو فصيل. فطلبنا منهم بعض الوقت لأن الوثائق البطاقات الهوية موجودة هناك في الملف، لكنهم قالوا لنا: ليس لدينا وقت لذلك. وبعد هذه الكلمات ثم عضوه بالكلاب مرة أخرى، ثم أخذوه إلى الخارج، وبعدها أعادوه إلى داخل هذا الحوش، ثم عضوه بالكلاب مرة أخرى. عندما عض الكلب أمسك بي فجأة من هذا اليد هنا، وعندما أمسك بي صرخت فأرجعوه إلى الوراء، ثم أنزلوه مجددا، ومرة أخرى أمسك بي من الفخذ. بعد ذلك تراجع حتى بعد أن ضربوني وعضوني بالكلب لم يحصلوا على شيء، ثم ادخلوني إلى المنزل مرة أخرى. وبعد المنزل في ذلك المرآب المظلم تماما أطلق رصاصة وقال لي: تكلم بسرعة، أخبرني. فقلت له: ماذا أقول؟ أنا لم أرى شيئا، فماذا تريدني أن أقول لك الآن؟ ثم أطلق الكلب علي مجددا، وفي المرة الثانية يعني أطلقه علي مرتين أمسك بي من الفخذ فعضني الكلب. ولم يرحم المحتلون حتى على الحيوانات، فقد مزقوها بقذائف الهاوان، وأي إنسان حاول إنقاذها لم يكن في مأمن هو الآخر. كان ذلك في الصيف. كنت أنا وأخي ننام على المصطبة. بعد أن تناولنا العشاء وأدينا صلاة العشاء نمنا هناك على المصطبة، وبعد نصف ساعة فقط بدأ القتال، وكان قتالا عنيفا جدا. لم تمضي 5 دقائق حتى سقط قذيفة هاوان في منزلنا بباب منزلنا. عندما سقط الهاوان كان هناك بقرتين وعنزة قتلها الهاوان. أنا وأخي ركضنا، لكن أمي أمسكت بنا بقوة وقالت: لا تذهبا، سيصيبكما. كان أخي يتصرف وكأنه يعرف أنه سيستشهد. قال أخي: لا تخرجوا، سأذهب أنا، ممكن يأتي هاوان أخرى أيضا. وبالفعل جاءت قذيفة أخرى وسقطت عليه وأصيب. ركضنا إليه وكان ملقاة فحملناه إلى الغرفة. رأسه كان على ركبتي. تنفس 3 أو 4 تنفسا. لم تكن أمي تتوقع ذلك، وكانت مريضة في ذلك الوقت. قلنا لأنفسنا إن أمنا لن تتحمل ذلك، ومع ذلك أعطى الله قلبا قويا لأمي، فقالت له الشهادة بلسانها. عندما سمع الشهادة حرك أخي لسانه، لم يستطع قول شيء آخر. قال الشهادة ثم استشهد، وأغلق عينيه بنفسه. كان الوضع في منزلنا مأساويا. البقرات ماتت، وكانت الدماء في كل مكان، وكانت كل النوافذ والزجاج مكسورة.
في تلك المزارع التي كانت تحترق بنار البارود أيام الاحتلال، تهب اليوم نسائم الشمال على سنابل القمح. قصص آلام الناس كثيرة، هناك من فقد حياته، وهناك من أصبح معاقا، وهناك من تكبد خسائرا مادية كبيرة لا يزال حتى الآن عاجزا عن التعافي من وطأتها. هذا العام يكون العام الخامس منذ الحادثة، أي قبل عام من الفتح. في ذلك الوقت سقطت قذيفة. كان هناك موقع عسكري هنا في أعلى منطقة ملنجيا. سقطت إحدى القذائف في الخارج، وأخرى سقطت في داخل البيت. في ذلك اليوم بحمد الله كان عدد الأشخاص في البيت قليلا، كان عدد الأفراد قليلا. كن زوجاتي أبنائي ذهبن إلى بيوت آبائهن. من عائلتي كانت زوجتي وأمها وزوجة ابني فقط في البيت. زوجة ابني أصيبت هنا على ذراعها، ولا زالت الشظية موجودة حتى الآن. وكذلك كنا نملك 4 رؤوس من الماشية: بقرة، عجل، عنزة، وخروف. قتلت الجميع. سفوح الجبال، وأجواء الطبيعة الهادئة، ومراعي الماشية، وشاب الوطن المعاق والحزين واليائس الذي لا تزال جراح وندوب الاحتلال محفورة في قلبه. كنت في المزرعة. عدت من المزرعة إلى البيت. كنت متعبا ومرهقا. دخلت الغرفة لأرتاح وأجلس قليلا، وفي تلك اللحظة سقطت قذيفة من قذائف الحكومة على البيت. القذيفة الأولى لم تصبني مباشرة، بل سقطت على مقربة مني إلى الجهة اليسرى قليلا. في تلك الضربة كانت لدينا بقرة وقد أصيبت وجرحت، وظلت على تلك الحالة لفترة طويلة. ثم بعد ذلك سقطت قذيفة أخرى وأصابت جدار غرفتنا. أصبت إصابة بالغة بجهتي اليمنى. يمكنني أن أريك أماكن الإصابات، فهي ليست إصابة واحدة أو 2، بل أماكن كثيرة. هذا الجانب من جسدي لا تعمل يدي فيه ولا رجلي، تعمل بشكل بأن أمشي الآن باستخدام العصا. أرى الناس هناك يلعبون الكريكت أو كرة القدم أو يستمتعون بحياتهم، وأشعر في قلبي بالأمنية أن لو كنت معافى مثلهم كنت سألعب مثلهم. فهذه الأمنية لدى كل إنسان طبعا. أنا أتألم كثيرا. 11:00 ليلا. مداهمة ووحشية المحتلين. صعدوا إلى أسطح المنازل وركلوا الأبواب بأقدامهم. أخرجوا الرجال من بيوتهم وألقوا بهم في السجون، فحرموا من قريتهم وحياتهم لمدة 11 عاما. وعندما عادوا وجدوا كل شيء قد تحول إلى أنقاض. البيوت أصبحت أنقاضا، والمحاصيل التي كانت على وشك الحصاد تحولت إلى صحراء يابسة. عندما وقعت المداهمة كان الوقت حوالي 11:00 ليلا. كنت أنا في تلك الغرفة. في الجهة المقابلة ركلوا الباب بعنف شديد. صعدوا إلى هذا السطح إلى تلك الجهة المقابلة، وعندما خرجوا فهمت. لم أقل شيئا، بل ذهبت إلى هناك. عندما ذهبت أمسكوا ب3 من إخوتي هنا وقيدوهم في هذا المكان أمام هذا المصطبة في الجهة المقابلة، ثم أخذوهم بظلم شديد. فخرجت أمي والأطفال وكانوا يصرخون ويبكون بصوت مرتفع. كانت أياما قاسية وسيئة. وبعد أن أخذوهم تم اعتقالي أنا بعد 21 يوما. أعمال المزرعة والقمح تركت دون رعاية، وأصبح البيت كله بلا معيل ومسؤول. كانت زوجات أبنائي قد ذهبت إلى بيوت آبائهن، وبقي البيت على هذا الحال لمدة 11 عاما. كما ترى تحول بيتنا إلى أنقاض، مدمر تماما. لم تكن تلك المداهمات مجرد عمليات عسكرية فحسب، بل كانت كارثة معلنة ضد كرامة شعب حي وعقيدته وثقافته. كانت القنابل تلقى، لكن دعوات القرويين كانت ترتفع إلى السماء. تدمرت مدارسهم، ولا تزال آثار رصاص الاحتلال الأحمر باقية على جدران البيوت والمساجد. في سنة 2018 كان إمامنا المحترم مؤسس هذه المدرسة التي ترونها بأعينكم
والذي كان قد أسسها بنفسه. وقد أما الناس في هذا المسجد الكبير لمدة تقارب 22 عاما، وهو أيضا من وضع حجر الأساس لهذا المسجد. فبسبب ذنب خدمته للمسلمين ولمجتمع المسلمين عموما، هجم عليه الكفار أو عملاؤهم واستشهدوه في بيته. وبعد استشهاده تعاملوا معه بطريقة تظهر وكأن سلاحا كان بجانبه ليظهروا للعالم أنه قاومهم، بينما هو في الحقيقة كان في غرفته على سريره وفي مكان نومه. وقد ارتكبوا بحقه من الوحشية ما لا يصدق. إنها لحقيقة مؤلمة جدا أن تستشهد إنسانا أمام أولاده، ثم يعامل بذلك القدر من الوحشية كالحيوانات، حيث قاموا بضربه وتعذيبه في مكان يسميه الناس اسطبلا. وبعد تعذيبه الشديد استشهدوه بوحشية لا توصف. وبعد حوالي 40 يوما من تلك الحادثة شنوا مداهمة أخرى على أحد إخوتنا مع ابنه، وأخذوه من إحدى غرف بيته إلى غرفة أخرى، وهناك استشهدوهما دون أن يرتكب أي جريمة، ودون أن يشكل أي تهديد على النظام أو على المجتمع أو على المسلمين بأي ضرر. عبد الواحد هو شاهد عيان وضحية من ضحايا لتلك المداهمات، فقد اعتقله المحتلون بلا ذنب وعذبوه وضربوه بشدة، حتى أنه لا يزال يعاني من آلام تلك الجراح حتى بعد مرور سنوات. كانوا يظلموننا ويعتدوننا ويضربوننا كذلك. كانت هناك مداهمات كثيرة. في إحدى الليالي وقعت علي مداهمة ليلا. كان معي أبناء إخوتي وأخي الأصغر الحافل شمس الرحمن، وكان ابن أخي اسمه عبد الرحيم. في تلك الليلة تم قبضي، وضعوا البطاقة على رقبتي وسجلوا مني الفيديو. لم أكن أعي ما يحدث لي، ثم ضربوني بقوة وبشدة، ثم طعنوني هنا بالسكين، ولا تزال آثارها موجودة حتى الآن. نحن 8 إخوة، من بين ال8 أخ لم يبقى حتى واحد منا خارج السجن. كان واحدنا يدخل والآخر يخرج، كأننا استأجرنا السجن. رغم كل هذه المظالم الوحشية والفظائع والتعذيب والقصف العشوائي والمداهمات الليلية، لم يستسلم هذا الشعب ولا هذه الأرض ولا موسه أبداً. كم من الناس تأثروا هنا من عامة الناس والعلماء وطلاب المدارس والمعلمون والأطباء والنساء. في ذلك الوقت حين كان شعبنا يرفع صوته، كانوا يقولون عن هؤلاء الناس إنهم يعيشون هنا على مدار 24 ساعة، حتى أنهم يذهبون إلى المدينة يوميا أو أسبوعيا لتلبية احتياجاتهم الأساسية. لذا يمكنكم اعتقالهم بطريقة صحيحة ومنهجية، وليس بهذه الطريقة العشوائية. إذا كان لديكم أي خطأ أو سؤال أو استفسار عنهم ثم استفسروا عنهم، فهذا لم يرى قط ولم يؤخذ في الاعتبار، بل كانوا يفعلون ذلك عمدا لنشر الخوف بين هؤلاء الناس وإجبارهم على مغادرة هذا المكان ولإثارة الذعر بين الناس. هم الذين كانوا يمارسون الوحشية بلا حدود، بذلوا كل ما في وسعهم من الوحشية لإجبار الأمة الإسلامية المجاهدة على قبول احتلالهم ليهيئوها لذلك. لكن الحمد لله هنا كان الشعب المسلم والأفغان واقف في وجههم. دائما كانوا يحاولون، لا بالشهادات ولا بالجراح ولا بالآلام ولا بالمصاعب ولا بالسجون، لم يكلوا ولم يملوا ولم ييأسوا. الحمد لله. وفي النهاية كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى منح المسلمين النصر. كان إيمان شبابنا ودعاء شيوخنا وصبر أمهاتنا سر بقائنا في وجه ظلم المحتلين ووحشيتهم. استلهم الشباب ونهضوا ووقفوا في وجههم، وأقاموا ضميرا أبيضا ضد القوات الاحتلال الأمريكي. ورغم أن المحتلين جاءوا مزودين بالتكنولوجيا الحديثة والأسلحة الثقيلة المتنوعة والذخائر، فقد قوبلوا بنضال من قبل الأفغان الشجعان ذوي الضمير الحي، وبعون الله تعالى استطاعوا أن يبقوا أحضان معاقلهم دافئة بالخبز الجافي على سفح الجبل. الحمد لله.
على مدى هذه السنوات العشرين في مديرية موسهي، كان هناك جهاد قوي ضد المحتلين الأمريكيين، حيث قاوم هؤلاء الناس بكل إخلاص وناضلوا. الحمد لله، ضحى الكثير من الشباب بأنفسهم. الحمد لله. في مديرية موسهي بشكل عام تم توجيه ضربات قاسية جدا للكفار على يد المجاهدين، سواء كانوا أجانب أو عملاء محليون، جميعهم تحطمت شوكتهم هنا ودمرت دباباتهم بحمد الله. كما ذكرت لكم، قتل قادة الأعداء هنا وأطيح بالنظام العميل الذي كان يمثلهم. قد سقط أيضا وكبار قادة الأمريكيين، سواء كانوا رؤوسا كبيرة أو زعماء القواعد المعينين من قبلهم لإدارة الولايات، جميعهم سقطوا هنا في موسهي على يد المجاهدين. في هذه الموسهي الضيقة والمحدودة كان لدينا عدد لا يحصى من المجاهدين، والحمد لله. في هذه المنطقة نفسها، سواء كان الأمريكيون أو حلفاؤهم، تكبدوا خسائرا فادحة لدرجة أنه إذا نظرنا إلى جغرافيا هذه المنطقة وإلى حجم وجود السكان وكثافتهم، سنجد أن هذه الخسائر كانت كبيرة جدا. ولكنني سأعطيك مثالا، فقد رأيت كثيرا من المجاهدين الذين لم تتح لهم فرصة الهجوم ولم تتح لهم فرصة القتال، ولكنهم مع ذلك كانوا يحتفلون بهذه المأساة بالدموع. لم يتراجعوا أبدا عن جبهات القتال في مواجهة عدوهم المحتل، وكانت معنوياتهم تزداد يوما بعد يوم، حتى دمروا جميع أهداف المحتلين ووصلوا بهم إلى عتبة الهزيمة. وكان ببركة تلك العقيدة الطاهرة والتوكل على الرب العظيم أنهم رفعوا رايات المحبة والعقيدة والاستقلال بدلا من السلاح. لكن الحمد لله، فإن الجهاد والوقوف في وجه الاحتلال كان فريضة إسلامية وواجبا شرعيا، وقد أمرنا به الشرع الشريف بأن نقف في وجه هذا الاحتلال وأن نقاتل الكفار من اليهود والنصارى. ففي المقام الأول كان هذا واجبا شرعيا نؤديه، وفي المقام الثاني فإن هذه الشعوب كانت تحت الاحتلال وكانت أشبه بالأسرى في أيديهم. فالحمد لله، المجاهدون وقفوا في وجههم ودافعوا عن دينهم وشعبهم. لقد قدم سكان مديرية موسهي على مدى هذه السنوات العشرين تضحيات عظيمة بلا حدود، وقدموا عددا كبيرا من الشهداء، والحمد لله. لقد الحقوا بالأعداء هنا خسائرا كبيرة وأوجعوهم بشدة، فلم ينعم العدو هنا لا بنوم هادئ ولا براحة أو استقرار. منذ سنوات طويلة كان الجهاد يقاد من قبل العلماء وأهل العلم، والعلماء يدركون متى يجب أن نكون مستعدين للتضحية بأنفسنا، ومتى نضحي بأموالنا، وفي أي وقت يجب استخدام القلم في العمل. فعندما جاء الأجانب إلى وطننا كانت النصوص الشرعية توجب علينا أن نقاومهم وأن نقوم بالجهاد في مواجهتهم، وكان الجهاد في ذلك الوقت فرض عين، كما أن الصلاة 5 مرات في اليوم فرض علينا. وهذا الاعتقاد وهذا التكليف قد ورثناه من آبائنا وأجدادنا، ولذلك كان هذا الجهاد في مواجهتهم فرض عين كذلك. لو أنهم بقوا هنا 20 سنة أخرى، فأنا على يقين بأن مجاهدين كانوا يملكون الصبر والقدرة والمعنويات لتقديم 20 سنة أخرى من التضحيات بنصر الله تعالى. ولو بقوا 50 سنة إن شاء الله، فأنا على يقين بأن هذا الشعب وهؤلاء المجاهدين بعون الله ونصره كانوا قادرين على مواجهتهم. والحمد لله، خلال هذه 20 سنة كم من التضحيات قدم هذا الشعب في أفغانستان في وجههم، وكم وقفوا بثبات وبطولة في مواجهتهم، وهذا شيء يعرفونه هم جيدا، لقد رأوه بأعينهم. والضربات والخسائر التي تلقوها من هذا الشعب الأفغاني هم يعرفونها جيدا أيضا. باعتبارنا وسيلة إعلامية وطنية مستقلة وملتزمة نعكس صوت الشعب، فإننا نقدم الفظائع والوحشية والجرائم التي ارتكبت خلال 20 عاما من احتلال أفغانستان لمواطنينا والعالم بشكل وثائقي. لو كنتم من الشهود على الحوادث والهجمات، عمليات قتل أو غيرها من الجرائم التي ارتكبها المحتلون الأجانب في مناطقكم خلال 20 عاما من الاحتلال، فيمكنكم مشاركتها معنا عبر تطبيق الواتساب حتى نتمكن من توثيقها إلى اللغتي الإنجليزية والعربية بجانب اللغات الوطنية، وإعطاء الأولوية لنشرها على شاشة التلفزيون الوطني. رقم الاتصال
074443436668.